في الطريق. حسبي الله ونعم الوكيل في الغيبة والنميمة والرجل الباطل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يلا عارفين نفسكم. يوم الدين هنقف قدام بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وما العرض عليك يا رب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مسواك الجنة يا بسنت بس. ويكرم ولادك ويرزقهم ويرضيهم ويلاقوا اللي يقف جنبهم ويربيهم ويبكي عليهم. بسنت دي كانت ضحية الراجل اللي بيخلف ويرمي في الشارع. كان معاها بنتين. ضحية الراجل اللي بيخلف ويرمي في الشارع. ضحية الراجل اللي حطها في نفسية خلاص، ما عادتش قادرة تكمل، جابت آخرها من كتر التحمل. اسألوني أنا شايلة بنتين لوحدي. اسألوني أنا. المسؤولية كل ما بتكتر على الواحدة بيجيلها وقت تبقى مخنوقة وتقول يا رب. دي عملت كل المستحيل عشان تربي عيالها، بس تعبت وجابت آخرها. وكل واحد على قد طاقته. كل واحد عنده طاقة. انت ممكن تقدر تكمل، غيرك ما يقدرش يكمل. انت ممكن تقدر تقف على رجلك. انت ممكن تقفي على رجلك وتكملي وتصلبي طولك. هي ما قدرتش تكمل، هي تعبت وجابت آخرها. واحنا ما بنقولش ان ده صح، لا، ما بنقولش ان احنا نموت كفرة، بس في الاول وفي الاخر ربنا يسامحها ويجعل مثواها الجنة. يعني ربنا ما قالناش ان احنا نموت كفرة. لو ربنا قال لنا ان احنا نموت كفرة او نموت نفسنا، فكانت كل الامة الالهية كل ما واحد يزهق ويتعب يروح مموت نفسه. ربنا بيقول لنا ولا تلقين بايديكم في التهلكة. يعني ما تأذوش نفسكم، ما تلقوش بايديكم في الهلاك. وانت ألقيتي بنفسك وسبتي عيالك لمين؟ ده البنات من غير أم حالهم يغم. البنات من غير أم تكون رقيبة عليهم حالهم بيكون بيغم. ملهمش حد يبكي عليهم ولا يدور عليهم. اسألوني أنا اللي حاسة بالإحساس اللي هي حست بيه. ساعات بيجيلي الإحساس ده وامشي من البيت خالص، ما ببقاش طايقة حد ولا ببقى عايزة حد، بس اللي بيرجعني أقول يا رب عيالي ملهمش إلا أنا. هروح فين واسيب عيالي؟ هروح فين واسيب بناتي اللي ملهمش إلا أنا؟ أب وأم وخال وعم وست وجد. أنا كل حاجة لعيالي بعد ربنا سبحانه وتعالى. هروح فين؟ ممكن يكون الواحد بيجيله همزات الشيطان تلمس في ودانه وتقول له ائذي نفسك، امشي وسيبهم، امشي سيبهم. والواحد ما بينه وما بين نفسه ربنا يقول له لا، وصلاته ترجعه تاني لبيته ولعياله. الست دي اتضغطت جامد. الست دي اترمت ببنتين وابوهم ما بيسألش عليهم، وابوهم رميهم زي عيالي بالظبط، ما بيسألش عليهم. ابوهم رميهم برضو، ولا لهم عم بيسأل عليهم، ولا لهم عمة، ولا لهم جدة، ولا لهم جد، ولا لهم حد بيسأل عليهم. هم لهم ربنا في السماء وانا على الارض.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب يتجوز ويرمي ويوصل الست انها تأذي نفسها بالطريقة دي، تأذي نفسها بالطريقة دي، انها تفارق الحياة ولا انهاش تقدر تقعد على الأذى ده والتبلي. حسبنت عليكم قبل ما تموت نفسها. في ناس شوية ناس أوباش طلعوا قالوا ده ترند. لا مش ترند، بسنت ماتت والسوشيال ميديا مقلوبة على الحوار ده. هو احنا كل يوم نصحى على مصيبة؟ يوم واحد يغتصب بنته هو وابوه، حتى لو هي مش بنته، لو واحدة غريبة حد يغتصب بنته وينام مع طفلة 4 سنين، ايه اللي فيها الجمال؟ فيها ايه؟ لا هي لابسة عريان وبتتميل عشان خاطر تغريك كأب حتى ولا كجد. يعني حتى لو مش بنته بيقولوا تحليل الDNA طلع ان هي مش بنته او مش بنته يا جماعة. 4 سنين. وتاني يوم نصحى على عم بيغتصب ولاد اخوه، وواحدة حبلة في 5 شهور وواحدة في 7 شهور. وتالت يوم نصحى على بسنت رامية نفسها من الدور 12 ولا 13 علشان ابو عيالها رامي البنات وما بيسألش عليهم ومسؤوليتهم بتزيد فوق دماغها. ده سبحان الله، قسما بالله اللي موقفني على الارض هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي مقوني على بناتي ربنا سبحانه وتعالى. والواحد بيطلع يشتغل ويتعب ويشقى ويدفع الكوته وشغله ما بيكفوش طول الشهر، ما بيكفيش البنتين، وأب عليه فلوس وعليه قواضي، عليه فلوس ومحكوم عليه 1.5 سنة سجن بالنفقة المجمعة اللي قعدت بيها 4 سنين ونص ما بيدفعش حاجة، ما دفعش غير لما اتسجن وسلم القايمة بعد 5-6 سنين، لما اتسجن علشان يسلم القايمة ويديني مؤخري ومتعتي. بعدها بقى ايه؟ بقى يدفع ايه من اقساط، بيقسط النفقة القديمة. ده لسه كمان لما جمع الجديدة هيبقى مولد وصاحبه غايب. يعني انا بقول للمحامي جمع النفقة الجديدة، يقول لي هحط عيش على ام الخير يا ام هنا. ما تصبري يا سمر، اصبري، هحط ده على ده. هو اصلا بيدفع، هو الدفع اللي بيدفع 1200 و1300 دي فلوس من ضمن الفلوس الالوفات اللي متجمعه سنين، ولسه في سنين جديده كمان 2021 و22 و23 و24 و25 و26. في 6 سنين نفقه يا جماعه، 6 سنين 2000 جنيه نفقه، ومش عارف 100 جنيه فرش وغطا، و100 جنيه كسوه صيفيه وكسوه شتويه، و200 جنيه حضانه ومش عارف ايه وفرش وغطا وبطانيه. لا مبلغ وبيجمع اخر ال 12 شهر مبلغ تاني. فاحنا يا جماعه بنعاني هنا، بنعاني من قواضي النفقه، بنعاني من قله اهتمام الزوج بعد الطلاق والانفصال، بيرمي عياله مع مراته او مع طليقته، بيرمي العيال. خلاص هي اتطلقت او خلعت نفسها، خلاص تغور في داهيه بالعيال بقى، اولعي بيهم، مش انت اللي عايزه كده، مش انت اللي طالبه كده، اشربيهم، اعمليهم سرة حلبة واشربيهم بقى. هو ده جزات الست لما تتجوز راجل امه مش مربياه، امه مش معلماه يعني ايه مسؤوليه، امه مش معلماه يعني ايه ان دول ولادي احطهم في اسناني لان هتحاسب عليهم يوم الدين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى لو انت هربت من الرعيه بتاعتك، ليك ربنا سبحانه وتعالى هيسألك يوم الدين على عيالك اللي رميتهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب رامي بناته، وخصوصا لو بنات، والله ولو صبيان غلابه والبنات غلابه، وكلهم احباب الله، كلهم احباب الله. حسبي الله ونعم الوكيل. انا عايزه اقول لكم حوار بسنت ده جالي على الوجيعه بطريقه غير عاديه، بس عمري ما افكر ان انا اموت نفسي لان عيالي ما لهمش غيري. بفكر ان بعدي ممكن يعملوا ايه. كفايه ان امي اللي هي امي روحها كانت بتطلع وبتنادي عليهم، كفايه انها كانت روحها بتطلع ومتعلقه فيهم وبتنادي عليهم، كانت حامله همهم اكتر مني واكتر من اللي مخلفهم.
حامله همهم اكتر مني واكتر من اهلهم اللي شايلين اسمهم، اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب وفي كل اهل يخلفوا ويرموا ويقووا عيلهم على انه يرمي عياله، يقووا عيلهم على تربيته الوسخه ان هو يرمي بناته او صبيانه او عياله. الام اللي تشيل بنتين تتحط على تاج اي عفريت ازرق في الدنيا، تتحط تاج على الراس انها بتشقى وتتعب. المفروض نقول لها كتر خيرك، نقول لها تسلمي، نقول لها ربنا يديك الصحة علشان شايلة عيالك، مش نيجي عليها ونسبها ونشتمها ونغلط فيها ونبهدلها زي ما بسنت دي ما هي اتبهدلت وشافت وسمعت التبلي عليها بودنها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ذنب كل عيلة أو كل عيل أبوه رميه في رقبته ليوم الدين. حتى لو انت خلعت من المسؤولية فهم في رقبتك وربنا هيسألك عليهم يوم الدين. يبقى روح لربنا وقول له أصل هي اللي عايزة تتطلق، أصل هي اللي راحت خلعت، أصل أنا ما طلقتهاش. طب وعيالك لحمك اللي شايلين اسمك؟ يا راجل يا مفتري، يا راجل يا ظالم، يا كل أب ظالم ظالم ورامي عياله، يا كل أب ظالم ورامي عياله، يا كل أب مفتري ورامي عياله. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هتقولوا له إيه؟ هتقولوا له إحنا رميناهم، رمينا عيالكم عيالنا علشان هي اللي متطلقة وهي اللي خلعت ولا هي اللي عايزة تمشي؟ عند ربنا مفيش حد بيشيل حساب حد، لا مراتك ولا امك ولا اختك ولا بنتك ولا عفريت ازرق حد هيشيل حسابك يابا انت وهو وهي. كل واحد هيروح يتسأل على اللي مسؤول عليه عند ربنا سبحانه وتعالى، محدش هيشيل حساب حد، كل واحد هيشيل طن نفسه وحساب نفسه. كل واحد مش هيعرف يرمي على التاني ويقول ده اللي كان بيقول لي. مفيش قال لي وقلت لي عند ربنا، مفيش عدلي وعدتلي عند ربنا، في انت وبس، حسابك انت وبس. وحسبي الله ونعم الوكيل. واللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو يقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب شال مسؤولية بنات ولما امهم اتطلقت رماهم مع امهم وكأنهم صفحة واتقفلت ولا كأنها جت ولا كأنها بذرته ولا كأنهم شايلين اسمه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم بيجي على كل ولية، كل راجل بيجي على كل ولية. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من جه علينا، في كل من افترى عليا وعلى عيالي وعلى بسنت دي وعيالها. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا نقول غير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.